تجمعنا أبواب الخير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالتقوى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، كما في رواية الترمذي بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. انظروا إلى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لنا: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية النبي لأمته. بل وقال لمعاذ وهو حبيبه: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأوصى بها أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال له يوما: أوصني يا رسول الله. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس كل شيء، وفي لفظ: فإنها رأس كل خير. فعليك أيها الحبيب وأيتها الفاضلة بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. لما نزلت الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا يستطيع أن يتقي الله جل وعلا حق التقوى؟ فنزل قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الثانية لم تنسخ الأولى كما قال ابن عباس، وإنما المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. قال ابن عباس: اتقوا الله حق تقاته أي جاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. نعيش مع حق التقوى في الحلقة القادمة بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله.